انت شايف ان في فرق كبير يعني بين ايام زمان ودلوقتي؟ طب ما هو فعلا كل زمن فيه الحلو وفيه الوحش، ايا كان بقى انت فين وتعمل ايه، بالظبط زي اي مجال هتخش تشتغل فيه الحلو وفيه الوحش. الطب طول عمره كان رساله وبتخدم مرضى كتير، لكن طبعا دلوقتي بقى فيه تطور كبير قوي في الطب، يعني ما كانش موجود زمان. زمان ما كانش فيه مثلا اجهزه الاشعه اللي موجوده دلوقتي، زمان ما كانش فيه التشخيص الدقيق زي دلوقتي، ما كانش فيه غرف العمليات المجهزه بنظام الكبسولز الريسنت موداليتيز زي زمان. ليه ولا يوم من ايام زمان؟ يمكن عشان الناس اتعودت على حاجه معينه زمان وحابه الباترن دي او حابه الطريقه دي. يعني انا واحد من الناس اللي بحب ابص على الحلو في الايام، احب ادور عليه. هو ممكن كل واحد يحن لمرحله معينه من حياته هو كان شايف ان هو كان كويس قوي فيه، كويس صحيا وبدنيا ونفسيا، ده كان اكتر وقت بينجز فيه في شغله، فبيحن للفتره دي. لكن ده مش معناه ان زمان احلى من دلوقتي، ما دلوقتي برضه في ناس بتبدا وفي اطفال بيبداوا وهيكون ليهم اوقات حلوه، قدام شويه هيحنوا ليها برضه. لا، عمري ما شفت ان انت تفكر في الماضي ده تشاؤم. يعني في ناس بتحن لحاجات حلوه كانت بتعملها زمان نفسها تكررها تاني، في ناس بتحن لذكريات جميله مع اولاد مع احفاد نفسها تعود تاني مثلا. ده عمره ما كان تشاؤم، لكن انا بشوف ان التشاؤم ان الناس يبقى عندها يقين ان اللي حصل زمان عمره ما يحصل تاني. ناس كتير كانت بتقول ان زمان ما كانش فيه العنف اللي موجود دلوقتي وما كانش فيه الوحشيه اللي موجوده دلوقتي، بس انا شايف ان ده من ايام زمان قوي. يعني هو مين مش قابيل قتل هابيل؟ احنا يمكن في دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشين فيه عشان كل حاجه متسجله صوت وصوره، فانت بيتهيألك ان احداث العنف كتير. اعتقد ان انت احنا ايام الفراعنه مثلا لو كان في عندهم فيسبوك وكانوا بيصوروا كل حاجه وبيعملوا ريكوردنج لكل حاجه بيعملوها وبيبنوها، اعتقد الناس كانت بصت لزمان بصوره ايجابيه اكتر من كده. كانت الناس هتشوف قد ايه العماره دي فن جميل احنا مفتقدينه دلوقتي. مثلا بشوف انه دايما مش زمان احسن من دلوقتي ولا حاجه. انت طول ما انت عايش طول ما هتقابل وهتشوف. اهم حاجه انت تتعلم دايما من اخطائك وتاخد خبرات طول ما انت ماشي. دي الحاجه الوحيده اللي هتقدر تتعلمها، وان انت دايما يكون عندك الهدف ان انت دايما عايز تكون احسن دايما قدام. مش عارف، انا ما بحبش ابص لفكره ورا. طب اصل حصل وحصل، طب فرضا حصل حاجات وحشه زمان، ما انا اكيد مش هبقى عايز اكررها. طب فرضا حصل حاجات حلوه، اكيد هبقى عايز اكررها واعمل الاحسن كمان. والله احنا ممكن نقول ولا يوم من ايام زمان واحنا مبسوطين. يعني انا بشوف ان احنا نقول ده واحنا مبسوطين بطرق بسيطه جدا، ان انت تحاول انت تبني لحظات حلوه وذكريات حلوه وتتبسط في حياتك. كل يوم يعدي عليك حاول تتبسط فيه، شوف ايه الحلو اللي في يومك تتبسط بيه. يوم حلو مع يوم حلو مع يوم حلو هيعمل لك ذكريات احلى. مشاكل الشغل مش هتنتهي ومشاكلك مع مراتك مش هتنتهي، كل دي مشاكل كلنا بنتعرض لها عادي جدا. المهم ان انت تعيش يومك وانت مبسوط، وتعيشها يوم بيوم. ما تفكرش في بكره وما تفكرش في امبارح. امبارح عدى خلاص مش جاي، وبكره لسه ما جاش.